قوة عزة عزة ثبات ثبات قوة قوة عزة عزة ثبات ثبات. قد كنت شابا يافعا عندما انطلقت الثورة في سوريا، فالتحقت بركبها، ومنذ ذلك اليوم رافقتني أسئلة لم أجد لها جوابا. كنت أسأل نفسي: لماذا أنا؟ ولماذا أثقل كاهلي بكل هذه الأمور؟ تدريب مستمر، سهر وتعب ورباط وإعداد ومعارك امتدت لسنوات، ومسؤوليات تتضاعف عاما بعد عام. رحلة مررت بها في هذه الثورة بين خوف ورجاء، ومعارك داخل النفس قبل أن تكون خارجها. هل يستحق الطريق كل هذا الجهد؟ وهل يمكن لعملنا المتواصل أن يحدث فرقا حقيقيا على الأرض؟ وها أنا اليوم أحدثكم بعد أن صنعت مني تلك السنوات مقاتلا شارك مع إخوته في كتابة صفحة مشرقة من تاريخ سوريا، صفحة عنوانها نصر عظيم حرر شعبنا من يد الطاغية المستبد. اثبت أخي، واعلم أنك ستجد الخبر اليقين عاجلا أو آجلا، وستتجلى أمامك نتائج صبرك وتضحياتك. إننا أبناء سوريا، شبابها الذين قالوا لا للظلم، ورفعوا راية الكرامة، وهتفوا للحق والحرية في مساجد دمشق ودرعا. نحن الذين عانينا من حصار حلب، وخضنا معارك الغوطة وداريا، ودفنا شهداء حماه. نحن رفاق الساروت في حمص، وشباب الساحل الذين حرروه يوما. نحن الذين صمدوا في معارك إدلب، وقاتلنا بشراسة رغم تقدم العدو واقترابه. نحن أبناء هذا الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن شعبهم، وجعلوا صدورهم درعا لكل سوري حر. وها نحن اليوم ما زلنا على الثغور، نبني جيشنا، نطور قدراته، ونرسخ فيه روح الانضباط والعدل، كما نغرس في جنوده روح التضحية والفداء. فلقد أصبح لسوريا جيش قوي، جيش من أبنائها لا يرضون إلا بسوريا حرة، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.